تمر الأيام وتعدي السنين والتاريخ ما ينساش أحد البصمات في تاريخنا الكروي وملاعبنا. تخيل كان عندنا محترف في الدوري الإنجليزي سنة 1911 والجمهور بيغني له أبو الكرة المصرية، الأب الروحي للكرة المصرية. أول محترف في مصر هو صاحب حلقتنا النهاردة، الكابتن حسين حجازي. كتير مننا يعرف أو يسمع إن حسين حجازي من أشهر شوارع في وسط البلد، لكن حد سأل مين هو حسين حجازي وإيه قصته؟ الصراحة القصة كانت بدايتها محيرة من أول البحث عن تاريخ الميلاد. بعض المعلومات بتؤكد إن مولده كان 1891 في حي الحسين، وبعد البحث في أحد المواقع باللغة الإنجليزية عن تعريف البطل الأسطوري حسين حجازي وجدت إن مولده كان 1886 في قرية كرملة مركز بلبيس محافظة الشرقية. طفل كان بيحب الجري ولعب الكورة في القرية، ودي كانت بدايته. وبعد انتقاله مع والده حجازي باشا إلى القاهرة وتحديدا في حي الحسين، كان بيدخل في مسابقات الجري وكان بيفوز فيها كلها، والمسابقات دي كان بيبقى فيها منافسات كبيرة بين الإنجليز والمصريين. المدرسة النصرية الابتدائية هي كانت بداية الكورة واللي اتعرف بيها اسم حسين حجازي، بس بدأ النجومية تظهر عليه في المدرسة السعدية. في الفترة دي ما فرقتش حاجة عن الابتدائية، لعب الكورة هو لعب الكورة، والمهارة بل كل الأنظار كانت بتبص عليه، لدرجة إن كانت في مدارس بتتنافس بضمه إليها. بس للأسف ده أثر على تعليمه وأثر على نتيجة الثانوية، وهنا قرر حجازي باشا سفره إلى لندن لحصوله على ما يعادل الثانوية العامة ودراسة الهندسة في لندن. وبالفعل سافر إنجلترا سنة 1911، ولحسن حظه إن المكان اللي نزل فيه كان في جنوب لندن، كان جنبه إيه؟ أحد أندية الهواة وهو نادي دالويتش هاملت، ولعب أول مباراة معاهم، وكانت مباراة ودية بس كانت مباراة ديربي. وفي أول مباراة سجل هدفين وخطف الأنظار بسرعته وموهبته، واستمر مع هاملت لفترة كبيرة، وده خلى كل الصحافة الإنجليزية بتتكلم عليه، وكانوا بيوصفوه وبيقولوا عليه في الصحف ماكينة أهداف متحركة اقتحمت الملاعب الإنجليزية للهواة. وبعد التصريح ده خطف كل أنظار الأندية الإنجليزية، وكان أولهم نادي فولهام. وفي 11 نوفمبر 1911 دعوة من نادي فولهام للعب مباراة في الدوري الإنجليزي وليس الهواة، وبالفعل في أول 15 دقيقة لعب المباراة مع نادي فولهام وأحرز هدف، وطلب من المدير الفني لنادي فولهام بعد المباراة إن يلعب معاهم المباراة اللي بعديها، وكانت مباراة ليدز سيتي. الكابتن حسين وافق وقرر انه يلعب معاهم، بس لما رجع بيته اتفاجئ برئيس نادي هاملت والجمهور لانهم كانوا رافضين العرض. في الفتره دي تلقى عروض كتير جدا، ولكن مع ضغط جمهور هاملت ورئيس النادي تمسك بهم الكابتن حسين. وفي الفتره دي كان نادي هاملت ونادي فولهام بدأ ما بينهم تصريحات بسبب الكابتن حسين حجازي. نادي هاملت استخدم القاعده رقم 37 واللي بتنص انه لا يجوز لاي نادي او شخص محاوله حث اللاعب على مغادره ناديه خلال الموسم دون اشعار كتابي قبل 14 يوم على الأقل للنادي اللي بيلعبه، وده اللي رد عليه نادي فولهام واعتبره كنوع من أنواع القرصنة. مع سلسلة الأهداف والانتصارات واللعب والمهارات ما وقفش الموضوع على قد الأندية بس، الطلب يكون ضمن تشكيل منتخب مقاطعة لندن، ولعب 5 مباريات كان أشهرهم مباراة ضد أسبانيا في العاصمة مدريد، وكانت سنة 1912 وبحضور ملك أسبانيا ألفونسو الثالث عشر، واللي أشاد بلعب الكابتن حسين وعجبه لدرجة إنه طلب إنه يسلم عليه. وبسؤاله عن بلده، لو مصر تمتلك 11 لاعب زيك هتكسبوا أي فريق في العالم، كتب عنه الكاتب الإنجليزي جاك في إحدى الصحف حسين حجازي الملك المصري لهاملت، ووصف لعبه كان ذكي بشكل لا يوصف، عداء، صانع ألعابه مراوغ، يملك مهارات، مهاجم كلاسيكي بيسدد الكرة في الشباك من 6 ياردات، تحكمه بالكرة رائع، وآلة أهداف. بعد كل النجاح ده والتألق كانت سحابة الحرب العالمية الأولى كان بسببها إنه يرجع مصر، وبكده يكون أول لاعب مصري وأول لاعب في الوطن العربي وأول لاعب في أفريقيا يحترف في أوروبا. من رحلة إنجلترا إلى رحلة البحث عن الكرة في مصر. أما رجع مصر ركز على نشر الكرة في مصر وتأسيس الكرة المصرية وتأسيس أول اتحاد. أسس فريق سماه فريق حجازي 11، وكان بيتلاعب بكل الفرق المصرية والفرق الإنجليزية في الفترة دي، واستقر في نادي السكة الحديد سنة 1914 بشكل احترافي، وفي 1915 مضى للقلعة الحمراء النادي الأهلي، وفضل في النادي الأهلي لمدة 8 سنوات يصول ويجول وبطولات. بعد ال8 سنوات اتنقل إلى نادي المختلط نادي الزمالك، وكانت من الفترة من 1923 حتى 1928، ومن 1928 ل 1929 رجع النادي الأهلي، ومن 1929 ل 1930
1931 رجع لنادي الزمالك واعتزل في نادي الزمالك. لو تاخدوا بالكم معايا، بعد ما لعب لنادي السكة الحديد هو لعب للنادي الأهلي 8 سنين، وبعد كده اتنقل لنادي الزمالك، وبعد كده رجع للنادي الأهلي، وبعد كده رجع نادي الزمالك واعتزل فيه. كابتن حسين حجازي طبق الاحتراف، بس الاحتراف من غير عصبية. لعب في النادي الأهلي ولعب لنادي الزمالك. مش بس كده، انا كنت بكلمك لغايه 1931 وهو لاعب كان بيأسس حاجات بدور قيادي اكنه رئيس اتحاد. سنه 1916 أسس المنتخب المصري وساهم في المشاركه في الالعاب الاولمبيه في بلجيكا سنه 1920 ودورة باريس سنه 1924، ودي اللي اتألق فيها وسجل هدفه في المجر المشهور. وهنا هحكي لك قصه غريبه. تخيل صاحب أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدورات الأولمبية واللي حافظ عليها لمدة 88 سنة، هو صاحب السجل ده قبل ما يتكسر الرقم ده سنة 2012 على يد لاعب منتخب إنجلترا برايان جيجز. كان له دور كبير ودور عظيم في تأسيس الكرة المصرية ونشر الكرة المصرية في مصر، وهو ده اللي كان هدفه واللي جاي بيه من إنجلترا بعد رحلة الاحتراف. أسس الاتحاد المصري، كان ضمن أعضاء أول مجلس للاتحاد واللي كان سنة 1921 واللي استمر فيه 4 سنوات. أول قائد لمنتخب مصر، أول لاعب يتنقل بين القطبين الأهلي والزمالك، أقدم اتحاد كرة في أفريقيا اللي تأسس سنة 1921، ودي قيمة كبيرة للكرة المصرية. وفي 31 قرر الكابتن حسين حجازي اعتزال كرة القدم، وبعد مشوار كبير مع الكورة توفى الكابتن حسين حجازي سنة 1961. ودي كانت قصة ورحلة للاعب كبير هو فعلا ينطبق عليه الأب الروحي للكرة المصرية. وبكده تكون خلصت حلقتنا، بس كل حلقة بيكون ليها رسالة، ورسالة حلقة النهاردة بتتكلم عن التعصب الكروي. بنشوف دلوقتي في الإعلام والميديا والإنترنت حرب التعصب الكروي والرياضي اللي بنشوفه بين الناس، شد وجذب وألفاظ بين كبار وصغيرين. عشان إيه؟ عشان الكورة، وللأسف الرياضة بيسموها تحفيل بألفاظ خارجة تخلي الأخ ما يكلمش أخوه عشان كورة. وديننا معلمناش كده. ربنا بيقول ولا تنابزوا بالألقاب، الأخلاق قبل الرياضة. خلي عندك روح رياضية، احترامك للفريق المنافس ده دليل على عقليتك وثقافتك، مش بالسب واللعن. الاحترام المتبادل بيخلي فيه روح للعبة، والرياضة ما هي إلا ترويح عن النفس ونخرج بيها من الضغوط. ومن هنا بقول لا للتعصب الأعمى، نعم للرأي والرأي الآخر. خلونا نتفرج ونشجع ونستمتع. وبكده تكون حلقة النهاردة ورسالتها خلصت. لو حلقة النهاردة ورسالتها عجبتك ما تنساش دعمك للقناة بلايك وشير. أقاويل شرف.